مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اجاوب على سؤال حد ساله لي ان هو عايز يفتح مشروع محل فضه، وعايز يعرف تكاليفه هتبقى كام، كل حاجه. تمام؟ وانا ان شاء الله هرد عليه في السؤال ده. اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. اول حاجه هو بيقول لي المحل مساحته 30 متر، اللي هو 5 في 6 بما يقارب 5 في 6. تمام؟ 5 في 6 ده انت عشان تعمل محل، تفتح محل مساحته 5 في 6 حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده، 5 في 6 عايز تفتح محل لو هو مفروش، انت فرش وريونات، كراسي، كشافات وتكييف، مظبط الدنيا كلها. عايز بضاعة لا يقل عن 10 كيلو. 10 كيلو اللي هو بما يقارب 10 مليون بالضبط كده تقريبا. فاهم قصدي؟ ده عشان تفتح مساحة زي دي. ليه؟ أنا بدأت بمساحة أول حاجة كانت 2 في 3 أو حاجة زي كده، كنت بادئ ب 2 كيلو 3 كيلو. فاهم قصدي؟ بس ساعتها كان ساعتها الفضة رخيصة مش غالية، سعر الفضة ساعتها كان رخيص مش غالي. لكن حاليا الدنيا ولعت والأسعار ولعت كلها، فعشان تفتح مشروع من جديد ما ينفعش تبدأ مشروع 30 متر. دي أول حاجة. بمساحة صغيرة شوية، في 3 3 في 3 حاجة صغيرة كده، إلا لو المحل ده ملك ليك أنت. فاهم قصدي؟ لو ملك ليك مفيش مشكلة، ممكن تبيع كيلو 2 كيلو عادي خالص، توسع المساحات من كل حاجة عشان يبان المحل مليان شوية، والدنيا إن شاء الله تمشي. بس لو ده كإيجار وأنت بتأجر محل وتفرشه وتعمل وتصرف جامد عليه، لا يبقى أنت عايز 10 كيلو أقل حاجة. فاهم قصدي؟ بيسألني برضو يقول لي الشغل المستورد أحلى ولا الشغل المصري واللي بيمشي أكتر؟ حاليا في الوقت ده الشغل دايما المستورد هو بيمشي. يعني هو زمان كان المصري شوية بيمشي، بس دلوقتي المستورد هو أكتر بيمشي. ليه المستورد بيمشي؟ عشان المستورد هو يبقى مصري بنزين، شغل فيه شغل أحسن، شغل مختلف، حاجات جديدة، حاجات فيها فصوص متركبة، مش زي الشغل المصري. الشغل المصري حلو برضه، بس مكتوب عليه حاجات اللي هي عربي، شغل عربي بقى، اللي هو فلاحة حافظن مواد، حاجات زي كده. فالشغل المستورد بيبقى نقي اكتر، والشغل انضف، شغل انضف، تشكيله اوسع، شغل اكتر، تشكيلات كثيره مش متقلده زي المصري. شغل مصري تلاقي فيه شغل يعني ما عندوش اشكال مختلفه كتير زي الشغل المستورد اللي هو الايطالي والتركي والكلام ده. تمام؟ فانا بنصح طبعا بالشغل المستورد، انت لازم تعمل محل شغل مستورد. تمام؟ الا لو انت عندك ورشه وصناعيه ينفذوا لك حاجات بقى ايه من دماغك انت، بقى شغل عندك انت بقى، مثلا اشكال معينه، ديزاين معين كده يعني. تمام؟ بالنسبه بقى انك ما عندكش خبره، هي مهنه الفضه عامه مش محتاج قوي خبره، هي بيع وشراء بيع وشراء بيع وشراء. وانت عامه لو احتجت اي حاجه انا ببقى معاك، انا جنبك، مفيش مشكله. انت ممكن تسالني اي سؤال، انا هسيب رقمي على الواتساب، ممكن تسال اي سؤال وانا ببقى معاك عادي خالص، مفيش مشكله يعني. بقول لك كل التفاصيل اللي انت عايز تعرفها، اي حاجه او اي حد فيكم عايز يعرف مشروع جديد اتفضل، انا ممكن اساعده بكل حاجه. يا رب اكون افدتك. لو اي حد عنده سؤال يكتبه في كومنت وانا هرد عليه على طول ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا.